زرعة بلدنا بقى الجميلة جدا ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة علينا، القرنبيط أو البروكلي زي ما حضراتكم بتقولوا عليه. احنا جبناه كده وقطعنا، شلنا الثمرة اللي فوق خالص، وبعد كده بقى بجيب السكينة أفتح كده من الجناب ويطلع معايا الثمرة بثمرتها كده. شايفين الوردة بتاعت القرنبيطة جميلة جدا ما شاء الله، بيطلع معاكي مقرمش وحاجة سهلة وخفيف جدا على القولون ما شاء الله، ومهما تاكلي منه مش هتشبعي ما شاء الله. هنا بقى اغسله عندي بمية من الحنفية. هنا بقى السر في المية وانا بغليه، بحط عندي ملح وكمون ومرق الدجاج، اسيب المية تغلي معايا غلوة واحدة، وبعد كده احط عندي القرنبيط اسلقه. احط اول كمية معايا ما شاء الله، وعندي بسيبها دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده بروح حاطة عاملاها بالسكينة، مختبراها كده بالسكينة أشوفها استوت ولا لأ. بطلعها معايا وبعد كده أكمل الكمية اللي باقية. بجيب عندي هنا بقى الخطوة اللي بعد كده كوبايتين دقيق، وكمان معلقة نشا، وكمان معلقة كبيرة من البودر. هنا بقى البهارات بتاعتي كمون، فلفل أسمر، كركم ما شاء الله، وملح. بقلب كله مع بعضه، واجيب بقى ايه ربطه كده من الخضار المشكل، احطه مع بعض كده مع شويه ميه. ما شاء الله انا عايزه الخليط يكون مظبوط معايا، لا هو تقيل ولا هو خفيف. وبعد كده بقى بحط ايه معلقه كبيره من الزيت، اقلب كده كله مع بعض. شايفين حضراتكم؟ لا بيض ولا اي حاجه خالص، الخلطه دي بتخليه خطير جدا. انزل بقى بكميه القرنبيط كده معايا واحده واحده كده، واتاكد ان كل القرنبيط اتدخلت فيه الخلطه الجميله ديت، واسيبه لمده 10 دقايق معايا على الرخامه. هنا بقى بجيب كوبايتين من الدقيق، معلقتين من دقيق البقسماط، وكمان معلقه من النشا ما شاء الله، وشويه ملح على فلفل اسمر على كمون او كركم. وهنا بقى اروح نازله ايه بقى مع الخلطه الجميله دي بالقرنبيط كده، وانفضه كده بالدقيق، بيبقى خطير جدا. انزل بكل كميه القرنبيط كده في الدقيق، ما شاء الله بيطلع القرمشه روعه، ومفيش احسن من كده، خطير جدا. هنا بقى استوى معايا القرنبيط، اطلعه دلوقتي على مناديل مطبخ يتصفى من الزيت. شايفين حضراتكم؟ ما خدش منا اي وقت خالص ولا اي مجهود. وادي بقى القرنبيط كله كريسبي معايا كده ومقرمش وخطير جدا، والخلطة الخضار داخلة كده في القرنبيط حكاية جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم لونه كده من جوه عامل ازاي؟ اللهم بارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.